وخليني اسالك سؤال، ليه في حد الناس بترتاح له بسرعه وتحب دايما تتكلم معاه، وحد تاني ممكن يكون اجتماعي بس ما تحبش الكلام معاه قوي؟ عشان نفهم السر ده خليني احكي لك موقف يوضح لنا الفكره اكتر. ديل كارنيجي بيحكي انه في مره كان معزوم في حفله عشاء كبيره في نيويورك، قاعه عشاء فخمه والناس واقفه هنا وهناك وكل واحد بيتكلم مع اللي حواليه. ووسط الزحمه دي قابل بالصدفه عالم نباتات مشهور اسمه لوثر بيربانك، سلم عليه ولقى انه شخص ودود جدا، فقعدوا يتكلموا مع بعض. وبدأ العالم يحكي عن النباتات وعن تجاربه وعن الرحلات والابحاث اللي عملها، وكان بيتكلم بحماس شديد. كارنيجي لقى نفسه مندمج في الكلام جدا لدرجة انه ساب الحفلة كلها وقعد يسمع له بس الغريب ان كارنيجي اصلا ما كانش فاهم حاجة في العلم ده، كان بس يهز راسه ويسأل سؤال بسيط ويخليه يكمل كلامه، ومع ذلك كان مستمتع جدا بالحوار. وبعد حبة كلام كده الوقت اتأخر بالليل، فكارنيجي بيسلم وخلاص هيمشي، لكن قبل ما يخرج سمع عالم النباتات وهو بيتكلم مع صاحب العزومة وبيقول عن كارنيجي كلام جميل جدا، انه شخص مؤدب وكذا وكذا، وفي الاخر قال جملة غريبة شوية: الراجل ده محاور ممتع جدا. كارنيجي اتفاجئ، انا ومحاور ممتع؟ طب ازاي؟ ده انا اصلا ما كنتش فاهم معظم اللي كان بيتقال. لكن الحقيقة بسيطة جدا، الناس مش بتدور عن اللي بيتكلم اكتر وخلاص، الناس بتحب الشخص اللي يخليك تحس انك مسموع من غير ما يمثل عليك ولا يقطعك. مين فينا ما يحبش كده؟ اي حد يعرف يتكلم ويرغي للصبح، بس مين اللي عايز يسمعك بجد؟ وهتلاقي ناس كتير بقت مقتنعة ان الجاذبية في الشخص اللي يتكلم اكتر، وان القوة في اللي صوته اعلى، واللي يقاطع غيره ويحاول يثبت ان هو الاذكى، وكأن الكلام الكتير هو اللي بيدي صاحبه قيمة. وللأسف لو في حد بيسمع اكتر ما بيتكلم، بعض الناس ممكن تتريق عليه ويقولوا بقى ما بيعرفش يتكلم او مش اجتماعي او ضعيف. لكن الحقيقة طبعا ان الفكرة دي عندنا مقلوبة خالص، لان الاستماع مش ضعف ولا حاجة، الاستماع مهارة نادرة، والاجمل من كده انها ما كانتش مجرد نصيحة في كتاب. والمفاجأة ان الصفة دي كانت موجودة عند اعظم انسان خلقا في التاريخ، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يسمع للناس باهتمام، ولو حد كلمه كان يلتفت ليه بجسمه كله وكأن مفيش حد في المكان غيره هو بس، ويسمع للنهاية من غير استعجال ولا مقاطعة. كان يخليك تحس انك اقرب حد ليه من كتر اهتمامه بيك صلى الله عليه وسلم. وكان كلامه قليل لكن كل كلمة فيها المعنى اللي يحتاجه الشخص اللي قدامه، وكان يسمع للخير ويترك كلام الشر والباطل. فدي مش علامة ضعف، دي من اجمل الاخلاق، بل ويمكن تكون من انظر الاخلاق في زماننا. بس خلي بالك، مش معنى انك تسمع اللي قدامك انك تلغي شخصيتك او تفضل ساكت طول الوقت، لكن افضل تواصل بجد انك تتكلم وانت مستني تسمع، تحكي وبعدين تسأله طب وانت رأيك ايه؟ طب عملت ايه النهاردة؟ مش سؤال وخلاص، لكن سؤال وانت فعلا عايز تسمع. ولو بدأ يتكلم تسيبه يكمل وتشجعه وتسأله اكتر، مش مستني دوره يخلص عشان ترجع لحواراتك، لكن مهتم لحد ما يخلص كلامه ويرتاح. حتى لو كلام بسيط، الإحساس ده هو اللي بيفرق، هو اللي بيخلي اللي قدامك يحس إنه مهم وإنك مهتم بيه بجد. ودي واحدة من أعلى أشكال الاهتمام. وفي النهاية وقبل ما تخرج من الفيديو، اسأل نفسك سؤال بسيط: لو أنا فعلا عايز الناس تبقى في صفي، هل بفكر في اللي هقدمه ليهم ولا بفكر في نفسي الأول؟ وخلي بالك، في فرق كبير بين انك تكون شخص طيب وانك تكون شخص ساذج. مش كل حد يستاهل اهتمامك، ومش اي تعامل كويس معناها انك تتنازل عن نفسك. لكن في نفس الوقت في فرق برضه بين واحد بيهتم بوعي وعارف هو بيعمل ايه وثابت على مبادئه واخلاقه، وبين واحد بيوزع اهتمامه في اي حتة ويستنزف نفسه. ولو كانت القسوة والغلظة هي الطريق الصح فعلا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بلين ورحمة ويوصل لكل التأثير ده. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمش عيب ابدا انك تبقى انسان كويس، بالعكس الخير يمكن ياخد وقت بس تأثيره بيفضل. لكن القسوة والكذب حتى لو كسبت بيها لحظة، بتخسر بيها حاجات كتير في طريقك. فيمكن كل اللي محتاجه فعلا مش انك تبقى اعلى صوت ولا اذكى واحد في الكلام، لكن انك تبقى انسان بيفهم الناس ويسمعهم بصدق ويشوفهم بجد.